متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حصاد أسبوع من التميز في رحاب صرح أكاديمي يجمع بين الريادة العلمية والتفوق الرياضي والأكاديمية. بداية مع هذا الخبر: تكريم استثنائي، وعميد كلية علوم الرياضة يثمن دور وحدة القياس والتقويم في صناعة التميز الأكاديمي. في تكريم استثنائي يعكس تقدير القيادة الجامعية لجهود التطوير والتميز، اجتمع الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عبد الوكيل عميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية بالمجلس التنفيذي لوحدة القياس والتقويم برئاسة الأستاذة الدكتورة أمال جابر المدير التنفيذي للوحدة. وفي مستهل اللقاء قدم أعضاء المجلس التهنئة لسيادته بمناسبة توليه عمادة الكلية، معربين عن ثقتهم في قيادته الرشيدة التي تعلي من شأن الجودة والابتكار. وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور إسلام أمين أن وحدة القياس والتقويم تمثل حجر الأساس في عملية التطوير الأكاديمي، فهي البوصلة التي تقودنا نحو تحقيق العدالة والجودة في منظومة الامتحانات والتقويم. وفي ختام الاجتماع كرم سيادته أعضاء المجلس التنفيذي للوحدة تقديرا لمجهودهم البارز وعطائهم المستمر خلال الفترة السابقة، مشيدا بروح الفريق وتميز الأداء، ومؤكدا أن هذا التكريم يعكس قناعة الكلية بأن التطوير الحقيقي يبدأ من تقدير الجهد والعمل المخلص. برؤية أكاديمية وإنسانية متكاملة، كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية تطلق حملة للتبرع بالدم دعما للحياة. نظمت كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية حملة إنسانية للتبرع بالدم بمشاركة واسعة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. جاءت الحملة تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور عبد العزيز خنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي عميد كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية. وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور إسلام أمين زكي أن الرياضة الحقيقية لا تقاس فقط بما يحققه الطالب من إنجاز بدني، بل بما يحمله من إنسانية ومسؤولية تجاه مجتمعه، وحملة التبرع بالدم هي أسمى صور الرياضة في معناها الإنساني. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم أنشطة وإنجازات كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.